باش ينعس معايا ولا كيتهرب كل مره كيدير لي سبا. انا كنتقرب منه هو ديما كيتهرب، مره كيقول لي حقرني ما قادرش فيا الناس راه جيت ايام الخدمه، مره تيقول لي حقرني كريت بزاف تعشيت بزاف وراني مثقلت وما قادر زعما نمارس معاك. ديما كيدير لي سبا ديما ديما ديما. صافي انا بدا كيطلع لي الدم، كتقول شحال قدني نصبر. وبامرت كنقول صافي يعني كيما كان الحمد لله طحت في واحد زعما ولد الناس درويش كيتعامل معايا زوين، صافي ماشي مشكل. وليت كنغمض عيني على شي حوايج واخا زعما راني عندي احتياجات، نكذب عليكم يعني كانت عندي احتياجات وصابره. قولوا يعني واش الا كان شي مشكل قولوا لي. لقيت هو في الكلمات الاولى كان تصرف معايا عادي، وكنت لاحظت شي حوايج ولكن غمضت عيني عليهم. فاش بحال تزوجت لاحظت باللي فاش كان كينعس معايا كنحس باللي عنده سرعه القذف، داغي انه داغي كيجيب البليزير ديالو. انا كنكون بحرا كما تقول بحرا غتشعل البوله عندي بحرا غنديماري، هو صافي راه جاب البليزير ديالو انا بحرا هذا. ما كنتش كنهضر، كنت نقول زعما ربما عادي. ولكن مع المده ملي ولا كيتهرب من العلاقه، ولا السيد ما كيسوقش ليا، ولا ديما كيدير لي السبه وداكشي. وتصور ديك اللحظه يعني كنكون انا موجده راسي لعبت هذيك الشميز نوي ديالي وصافي جايه باش غادي نمارس معاه علاقه. ملي كيقول لي بحال كيقمعني، صافي شنو كندير؟ كنمشي على التليفون ديالي كنمشي ندخل للمواقع الاباحيه. ديما كندخل المواقع الاباحيه لحقاش ما بقاش كيمارس معايا، وليت كندخل المواقع الاباحيه باش كنشبع الرغبه ديالي. واحد النهار كتقول دابا انا يعني شنو التخربيق؟ دابا انا علاش مزوجه لا بقى نتفرج في هذا الشيء هذا، بقى نتفرج في الحرام وانا مزوجه في الحلال؟ علاش نتفرج في هذا الشيء هذا وانا عندي راجل في الدار؟ يعني نورمالمون خصنا نشوفوا نلقاو شي حل لهذا الشيء هذا. واحد النهار جلست معاه في الطبله قلت له شوف غير نطولوا ونقصروه. قلت له الا كنتي باغيني نكمل معك حياتي وهي الا مشيتي درتي تعبتيني ومشيو عند الطبيب ويقلبك ما فيها حتى باس، هادشي راه زعما كيوقع لشحال من واحد وراه كيتعالجوا، وغالبا كتلقاه سرعه القذف كيكون يعني مرض نفسي. قلت له مشي ونعرف المشكل شنو كاين وهذا، وربما زعما راه يجيب الله التيسير وغتعالج وغتولي مزيان. علاش ما انا بقى فاهمه معاك، انا بقاو ديما في صراعات وتصداع. قلت له ديك الهضره سيد ما عجبوش الحال تنفخ عليا. علاش كتهضري معايا بقى تيقول لي علاش كتهضري معايا بهاد لافاصون هادي باش عرفتيني انا عندي سرعه القذف وانت كتخيل ليك ما كيتخيل ليك. صافي قلت ربما راني بحال مستيتو في الرجوله ديالو حرجتو ميكت عليه ديك الوقيته. دازت الايام غتقولوا لي شكون المسبب زعما علاش بقيتي صابره معاه؟ صابره معاه صراحه الاخر راه العلاقه اللي كتكون قبل من الزواج راه لا ما عندها حتى شي علاقه مع ملي كتزوجوا. الانسان ملي تيكون قبل من الزواج راه كيكون داك الحب وهذا ويتعامل معك زوين ويتهلا فيك ويشبعك حنان وعاطفه والكلام الزوين وداك الشيء. اما ملي كتزوجي راه هادشي ما كيبقاش شاي. فاش كنت مصاحبه معاه كان ديما يصيفط لي كلمة حبيبه، عمرو ما عنقني ما باسني ولا سيدي كيتهرب. انا صافي طلع لي الدم. مع ذلك بقيت صابره معاه. تقريبا داز واحد العامين على زواجنا عرفت راسي حامله، وخا صراحه ما كنتش باغا نحمل. كتلقى المراه ملي كتحمل ملي كتكون بحال تزوجات وحملات وداكشي كتلقاها كطير بالفرحه وفرحانه وعجبها الحال ما قدها. كيفاش بعد خينا هذا نكمل مع حياتي وحنا يعني بدينا بالصداع والمشاكل والصراعات وعنده المشكل ديال سرعه القذف وانا راه ما وتانا يعني راه انثى وعندي احتياجات وداك الشيء هذاك صافي مابقيتش قادره نصبر. صافي ولدت بنيتي كنت حملت بها ولدتها. تصوروا بعدا يعني في الفتره ديال الحمل ما قربش ليا بتاتا، يعني كان بعيد عليا. من حملت بعد عليا اكثر. صافي ولا كدير الصباح حقتي حامله لا حقا لي نعس معك راه غنأثر على الجنين. ما عرفت الافكار ما كيجيبهم. صافي دوزت الحمل ديالي هكذاك بالاعصاب والفقصه معاه. من قربت نولد قال لي غنديك لداركم زعما باش تكوني حدا ميمتك وتعاونك في التربيه بنتي عندك اول تجربه وداك الشيء ما تكونيش عارفه يعني تكوني حدا ماماك. قلت له واخا سيدي ماشي مشكل داني المدينه. لاحظت الملاحظه هذه قالت لي ياكشي بس ما كاين وشي حاجه وقع بيناتكم علاش راجلك ما كيجيش علاش هادي. المهم كنبقى ندير السبه كنقول لها حقا راه خدامه يا عذريه راه خدمته مدروكه. المهم ديما كندير السبه. ايوا تصوروا صافي فاش قررت نولد صافي يعني بدا كيشدني الحريق. صافي عيطت له باش نعلمو قلت له راني صافي زعما راه بدا كيتجهد فيه الحريق وغالبا نقدر نولد هاد الليله هادي زعما الا كان هذا خصك تجي عندي. وقلتها بابا كاين معك خوتك صافي راه فيهم الكفايه راهم يدوك للسبيطار ولا الكلينيك وصافي. عرفتي ما قالها ليا مرضني وانا ديك الساعات صافي راني كان ربي لي علم بيا الوجع فيا كيقطع فيا وكتبغي ديك الراجل يكون حداك وتحسي به حداك وهو تيقول لك حقا لا واه صافي كاينه معك امك وباك. صافي ما حملتش راسي ولد ديك الساعات ولدت الحمد لله بخير وعلى خير.
ودا ديال الدم ديالو ما مسوقش، يعني صافي واحد اللحظه وليت كنحس بالكاس فاض، ما بقيتش قادره نتحمل العيشه معاه. صافي حتى لواحد الليله نوضتها معاه صباط، قلت له حرام عليك اش كتعامل معايا بحال هكذا، شنو درت ليك؟ صافي عرفتي بقيت انا وياه عطاني نعطيك بالهضره وداك الشيء هذاك، وحتى هو يعني كل ما كان السيد ساكت عطاني حتى هو الهضره. وديك اللحظه صافي قال لي شوفي ما عجبك حال بنت الناس، جمعي قشك وخرجي برا عليا. وديك الساعه جرى عليا بالليل، انا صافي ديك الساعه هزيت حوايجي خرجت انا وبنتي، مع العلم انني ما خصنيش نخرج انا ولي خصو يخرج. انا صافي بحال ما رضيتش وما عجبنيش الحال وهزيت حوايجي وخرجت انا وبنتي مسكينه ساعه صافت الليل. ما صاحبكم حن فيا ولا حن في بنته. ديك الساعه صافي انا ميخلي زعما صاحبو ما يقال لي ديك الهضره هذيك، صافي كمل عليا طلع لي الدم. قلت له دابا هذا اش غندير به؟ يعني اول حاجه عنده مشكل في ديال سرعه القذف، نكملها بالفساد، نكملها هاملني لا انا لا بنتي، قتلني بديك الاهمال. هذا اش غندير به؟ انا صافي ما عندي ما ندير به. واش الصور بقى انا جالسه في الدار معاه كنتفقص؟ الله ما نطلق منه احسن. قال لي صافي ساعه صاحبو قال لي الشيطان ما عليه الشيطان، سير رجع لدارك، راه هو نورمالمون اللي خصو يخرج من الدار ماشي نتيا، راه ما عندكش الحق تخرج انت من الدار، راكي انت راكي كتبقاي مراه وعندك بنيته. قال لي دابا غنديك للدار عنده وهو اللي خصو يخرج، يا اما تفاهموا يا اما يخرج هو من الدار. انا صافي ديك الساعات قلت له لا ما حشومه عليك، واش ما عندكش القلب؟ نخرج المراه في نصاصه الليل هي وبنتها، بقى الاخر ديك الساعات بقى راجلي كيقول له حقا لا راه هي خرجت بخاطرها وهي اللي كتنفخ عليا وكتعايرني وكتسبني وهذا وهذا. ايوا ديك الساعات جلسنا انا وياه وكان معنا تصاحب، يعني معنا تصاحب راجل، يعني جبدنا المواضيع الحساسه داكشي ديال الفراش اللي دارني انا في خاطري وقلتها لراجلي، قلت له ماشي حشومه عليك شحال صابره لك وهادي وهادي. كان يعني صابره البعد ديالك وما كتقربش ليا وهذا، ومكملها كتفلى مور ظهري. وصلتني خبر بلي كتفسد عليا، ما بغيتش نقول لهم بلي راه زعما راه صاحبك اللي قال لي، ولكن بينت بلي زعما راه وصلني خبر وراني صابره عليك وضامت القضيه ما بغيتش نبين. ايوا صافي ديك الساعات بقى كيطلب ويزاوق. انا قلت له صافي غنتفارقوا. ديك الليله بعدا صافي هو خرج بحالاتو، قال لي خليك انت في الدار. لا غادي نخرج من الدار. خرج بحالاتو، بقيت ديك الساعات انا وبنتي في مزيانه. واش هادي تقول له الحمد لله، ولا تقول لي واش تبغي شي حاجه؟ تقول له ما بغيت حتى شي حاجه، محتاجه لوالو. ولا تقول زعما شوفي وكان اي حاجه حديثه اذا فمك زعما نحضرها لك، اعتبريني زعما بحال خوك وديك الشيء هذاك. وديك الساعه راه راجلي كان جالس مع صاحبو هذا اللي دابا كيهضر معايا. انا ديك الوقيته ما كنتش كنبغي نصر هي انا ما كيجيب داك الشيء. صافي كنقول له الله يجزيك بالخير، وكنقول لها فيك بقاش تكلف على راسك. تقول لي لا راه هذيك البنت راه بحال بنتي وهذا زعما حشومه، زعما ما ندخل والو. ولا ديما كيصوني عليا. بعض المرات ولا كيهضر معايا كذا، كيبقى هكذا كيصيفط لي الميساجات في شي شكل، يا اما مثلا هكذا كيصيفط لي ميساجات فيهم مراه كتغازل شي راجل، ولا اما العكس. بارفو كيصيفط لي هكذا قليبات. انا المهم واخا كيصيفط لي داكشي هذاك ما كنبغي يصيفط ليه والو. المهم هي انا زعما راني كنخون راجلي ولا هذا ونكونوا متفقين، لقاش راه كيما كذا كيبقى صاحبو هذاك. ولكن صدق في الاخر العكس، يعني راه واخا هو جالس معاه في دار وحده وكيصيفط لي داكشي ولا كيبدا خبر راجلي. صافي ديك الساعات وليت كنحس بلي صاحبو ولا كيتقرب مني بزاف، ولا فوق ما كيجي عندي كيجيب لي التقضيه. كيتقرب مني تقول لي واش باغا تكملي حياتك مع بقى معاه، بغيت نفضي منه. قلت له واش انا باقي زعما ديال العشره اش غندير انا براجل بحال هكذا؟ ايوا بقى تقول لك ساعه صاحبو تقول لي زعما كنتي صافي باغا تفضي معاه فضي، ما تبقايش معطله نبقى مجرجره وداك الشيء هذا كل وقت كيدوز وداك الشيء. هو اللي ساعات راه كيضرب على راسو، راه بغاني يفضي من راجلي، بس صافي ساعات هو يتقرب مني وداك الشيء. صافي ساعات دازت الايام دازت الايام دازت الايام دازت الايام دازت الايام. انا رفعت دعوى قضائيه دعوى قضائيه دعوى قضائيه دعوى قضائيه. بغيت نطلق، هو ما بغاش شيء. انا صافي قلت له منون واش نرجع ليه. صافي كي طلقت منه صافي ديك الساعات هاد صاحب راجلي ولا كيتقرب مني بواحد وراجلك صراحه ما يستاهلكش، واش اللي دار معاك راكي ما تستاهليش، وانت تبارك الله يعني راه بحال شي جوهرات خص الواحد يحاول عليك ويحافظ عليك ويتهلا فيك. وديك البنت تبارك الله عندك غزاله ودايره زعما دايره بحال بنتي وداك الشيء هذا. قال لي صراحه ما نكذبش عليك، ما نكرهش انني زعما نجي ونخطبك نولي يديك ونتهلا فيك ونعيشك اميره. انا ملي قال لي ديك الهضره هذيك صراحه المهم عجبني الحال وما بقيت مدايره.
بنتي كيعتبرها بحال بنتو، انا مهلي فيا، كنحس بديك الاهتمام ديالو، كيخاف عليا، ما كيخلي فين يديني، كيخرج من الخدمه كيجي هكذا كيخرجنا، يعني المهم كنحس بواحد الفرق كبير بين الراجل الاولاني وبين هذا الثاني. الاولاني كنحس براسي بحال كنت مدفونه وانا حيه، يعني صافي، يعني الاهمال راه كيقتل بصراحه، يعني راه هذه خصكم تعرفوا، راه الاهمال تيقتل اي مرأة. اي مرة راجل ما كيعتبرهاش، ما كيسوقش ليها، ما كيقرب ليها، ما كيقولهاش كلمه زوينه، راه ايوا صافي. الحمد لله هاد السيد هذا عوضني كل شيء ومهلي فيا، وكانت هذه قصتي، كنتمنى تكونوا خديتوا منها العبره وعجبتكم بزاف. السلام عليكم.